هلو هلو، تعالوا بقى النهاردة يا حبايبي هنعمل حاجة مختلفة عن فيديوهات الطبخ والوصفات اللي بنعملها سوا. هنعمل النهاردة فكرة جميلة جدا، وهي ان احنا هنغير شكل الرخامة بتاعتنا بالرول اللي انتوا شايفينه ده، وفي اقل من 5 دقايق. مبدئيا كده الرول ده بيبقى طبقتين: طبقة الستيكر اللي هتتلزق على الرخامة، وطبقة الورقة اللي بنشيلها واحنا بنلزق الستيكر. اول خطوه بقى من الخطوات معانا بنبدا ان احنا نظبط حجم الورقه على الرخامه كده والمقاس بتاعها، ونسحب طرف واحد بس كده من الستيكر ونثبته على الرخامة عشان نعرف ان احنا نشتغل بطريقة كويسة. بعد ما بنثبته بقى بنبدأ ان احنا نسحب فيه واحدة واحدة كده، والجزء اللي نسحبه نلزقه على طول في الرخامة ونثبته عشان ما يكشكش معانا او يلزق في بعضه ويعمل لنا مشاكل في الشغل يعني. تمام. جبنا المعلقه البلاستيك البيضه اللي انتوا شفتوها دي، بنثبت بيها، بتلزق طبقه الاستيكر دي بطريقه جامده جدا، احسن ما بنثبتها بايدينا. لما بنثبتها بايدينا بتفك على طول. تمام. هنا بقى كل ما نسحب جزء بنبدا ان احنا نثبته زي ما انتوا شايفين بالمعلقه كده. تمام. ونسحب جزء غيره ونثبته كويس، وهنكرر الخطوات دي بقى لحد ما نخلص باقي الرخامه بتاعتنا. تمام. هنا بقى بعد ما خلصت الرخامة بس كان باقي الحتة دي ما اتعملتش، وده ليه بقى؟ ده عشان ان الرول زي ما احنا عارفين بيبقى له عرض معين، وانا الرخامة بتاعتي عريضة، فكان عرضها اكبر من عرض الرول، فاتبقى الحتة دي ما اتعملتش. بدأت انا بقى من باقي الرول اللي موجود معايا، يا جماعة الرول كبير جدا ما شاء الله، فبدأت ان انا اخد مقاس الحتة اللي ما اتعملتش وقصيتها بالمقص كده شريطة زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا الزقها. في البدايه ما كنتش عارفه ان انا الزقها كويس، فبدات ان انا اشيل الجزء اللي انا كنت لزقته في الاول ده، واسحب حته ورقه زياده كده من الظهر علشان يبقى جزء كبير اول ما احطه على الرخامه يثبت على طول زي ما انتم شايفين كده. وبدات بقى اول ما ثبت بدات ان انا اسحب جزء كده من الورقه. تمام. وجبت بقى المعلقه وبدات ان انا اثبت الجزء اللي سحبته. هنا بقى اللهم بارك، بعد ما خلصت معايا بجد شكلها تحفه قوي، وبقيت حابه ان انا ادخل المطبخ اصلا عشان اشوفها كده. بجد شكلها مفرح جدا. ما تنسوش بقى تجربوا الطريقه دي في تغيير شكل الرخامه بتاعتكم، وتصلوا على النبي في الكومنتات. باي باي.